لو نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية من طرف أي خبير أجنبي وليس جزائري وفرنسي، نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية الجزائرية مع القوة الفرنسية على سبيل المثال، سوف تجد على أن القوة العسكرية والخبرة العسكرية وكل ما يتعلق بالإدارة العملية وغير ذلك تؤول إلى الجزائر بدون نقاش. لو جمعت فرنسا وإسبانيا معا سوف تجد الجزائر في موضع قوة أمام هذه القوتين. ما هو دليلك؟ على مال هذا عاوتاني قال لك الجزائر أقوى من فرنسا عسكريا، وسخنات الفرفارة وقال لك إلا جمعتي فرنسا وإسبانيا الكفة ديال الجزائر هي اللي غادي تربح. قال لك إلا استثنينا النووي اللي كاين عند فرنسا، ونسى واحد القضية، هو أن فرنسا وإسبانيا داخلة في حلف الناتو. نشوفوا هذا المؤشر ديال موقع فاير باور 2023، كنلقاو فرنسا في المرتبة 9 وإسبانيا في المرتبة 21 والجزائر في المرتبة 26. بهاد المرتبة ديال 26 غادي تفوق على إسبانيا اللي في 21، وغادي تفوق على فرنسا اللي في المرتبة 9، وغتفوق على النووي اللي كاين عند فرنسا، وحلف الناتو اللي إلا هضرتي على فرنسا يعني هضرتي على كامل المجموعة اللي داخلة في حلف الناتو، من بينهم الأمريكان وإنجلترا. قال لك التفوق اللي كاين عند الجزائر بالخبرات ديالها العسكرية والتجارب اللي دوزات في الميدان العسكري. اش من حروب خداو، واخر حرب اللي خاضوا كانت مع المغرب وخسروها. نخليكم مع التتمه ديال هذا الفيديو هذا والهرطقات ديال هذا الخبير. هو على فكره هذا راه خبير عسكري، ماشي زعما هذا واحد السيد جاي من عامه الشعب، ولا راه خبير عسكري وقاري وعارف اش كيقول، ولكن الكلام ديالو كيتوجه لعامه الشعب وكيضحكوا عليهم مساكن. نخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم بحال ديما شجعونا بشي لايك، واللي عنده شي تعليق يخليه لنا في الكومنتير. لو نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية من طرف أي خبير أجنبي وليس جزائري وفرنسي، نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية الجزائرية مع القوة الفرنسية على سبيل المثال، مع تحييد السلاح النووي، سوف تجد على أن القوة العسكرية والخبرة العسكرية وكل ما يتعلق بالإدارة العملية وغير ذلك تؤول إلى الجزائر بدون نقاش. لو جمعت فرنسا وإسبانيا معا سوف تجد الجزائر في موضع قوة أمام هذه القوتين. ما هو دليلك؟ بناء على المؤشرات والأرقام من العدة والعتاد والخبرة المتراكمة. يعني تقوم بعملية دراسة المؤشرات التي تنشر في وسائل الإعلام أو في المجلات والمعاهد المتخصصة والدراسات. لذلك الجميع الآن يحذر من الجزائر، لأنه في حالة المساس بالجزائر، وهذا هو الطمأنينة المرحلية أو الظرفية. المساس بالجزائر يعني انهيار كامل استقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مع الامتداد نحو يعني غرب منطقة الخليج، والأكثر من ذلك وما يرعب الجميع هو على الأقل النصف الجنوبي من قارة أوروبا سوف تدخل في نار وحديد مع الجزائر. الآن قلت لك ظرفية. لماذا ظرفية؟ لأنه الأمور تتسارع بشكل كبير جدا. يجب أن نلتفت إلى الشعب، إلى الوعي العام، في ظل هذا التسارع، تقوية الوعي العام والإدراك لدى المواطن. في ظل هذا التسارع دكتور محمد شريف ضروي، أي دور وما هو المطلوب من الاتحاد الإفريقي في ظل ما يعيشه العالم من انقسامات، في ظل ما يعيشه العالم من توترات، في ظل ما يعيشه العالم من انجذابات؟ في دقيقة. الاتحاد الإفريقي كاتحاد، أني يمكن أن أقول لك تلك الكلمات الرنانة، يجب الاتحاد والتوحد. لا نحن نتكلم بموضوعية. الآن في قارة إفريقيا مطلوب من الدول التي لديها صوت حقيقي من السيادة، قوة حقيقية من السيادة، وتبحث عن استقرار لشعوبها مع استقرار أنظمتها، أن تتحد فيما بينها. عندما أتحدث عن 54 دولة إفريقية أنا أقول لك مستحيل، لأنه توجد دول عميلة وظيفية واضحة وأعلنتها رسميا، ويوجد ما يعرفه الشعب الكثير. لكن هناك قوى فاعلة.